احتضنت قاعة المجد بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس فعاليات قرعة الربع والنصف النهائيين لدورة كأس القضاة الجزائريين بحضور العديد من الوجوه الرياضية، وتعد هذه الدورة الثانية بعد الأولى التي انتظمت الموسم الماضي والتي أصبحت تقليدا سنويا لأصحاب البدلة السوداء، خاصة وأن هذا المشروع الرياضي جاء تجسيدا لرؤية وزير العدل حافظ الأختام بمرافقته ووقوفه لإنجاح مثل هكذا مشاريع وتدخل في الجانب الإنساني والاجتماعي والرياضي بعيدا عن الجانب القضائي. النادي الرياضي هذا كان فكرة لمجموعة من القضاة. سيد وزير العدل حافظ الأختام احتضن هذا النادي ورافقه يعني في إطار الإصلاحات اللي أمر بها سيد رئيس الجمهورية، والحمد لله يعني كان توج مجهود النادي بإجراء أول نهائي بمسمى كأس القضاة الجزائريين، وكان يعني نهائي ناجح بكل المعايير، جمع بين مجلس قضاء المسيلة مع مجلس قضاء عين تيموشنت، وتوج مجلس قضاء عين تيموشنت بنهائي الموسم الفارط. إذن أصبحت كأس قضاة الجزائر بمثابة تقليد قضائي جديد. هذا التقليد يعني راهو يتطور من موسم إلى آخر، وحتى يعني أعضاء النادي اكتسبوا يعني الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه التظاهرات الرياضية في إطار النادي الرياضي الوطني. اليوم أيضا رانا أمام يعني موعد مهم، لأول مرة كذلك إجراء قرعة بهذا يعني المستوى وبهذا الحجم، يعني تجمع بين وجوه رياضية، وجوه قضائية، وجوه يعني تجمع بين مؤسسات الدولة الجزائرية والمؤسسات أفراد الجيش أو قيادة الجيش الوطني الشعبي. يعني هذه فرصة لتبين انسجام وروح التكامل بين مؤسسات الدولة الجزائرية. كانت مشاركة قوية، هي تطور من موسم إلى آخر. الموسم فارط عرف مشاركة حوالي 22 مجلس قضائي أو جهة قضائية. العام هذا الموسم هذا عرفنا مشاركة نوعية بدخول قضاة المحكمة العليا بفريق ممثل للمحكمة العليا، كذلك فرق من الجنوب الجزائري، كانت مشاركة لمجلس قضاء ورقلة، كذلك مجلس قضاء البيض، مجلس قضاء تيندوف أيضا راح إن شاء الله يكون معنا الموسم القادم إن شاء الله، إضافة إلى عدة بمجموع حوالي 30 جهة قضائية. الانطلاقة كانت من نوفمبر، مرينا بدور المجموعات ثم مرينا للدور الإقصائي، هي الدور 16، والآن نحن هنا لإجراء قرعة الدورين الربع النهائي والنصف النهائي. هذا التقليد القضائي الرياضي تسعى من خلاله لجنة الخدمات الاجتماعية بوزارة العدل إلى التفكير بإنجاز مشروع سياحي خاص بالقضاة بولاية تيبازا، وكذا قاعة متعددة الخدمات. الحمد لله أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لوزارة العدل التي قامت بإنشاء النادي الرياضي الوطني للقضاة هذا الأخير استطاع أن يثبت الجدارة تاعو ويساير الحدث الرياضي في مختلف الجهات القضائية. والحمد لله أنه لأول مرة أنه تتم الطبعة الرسمية لهذا الدوري كأس القضاة، إذ أنه بإشراف النادي ورئيس واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والدعم السيد وزير العدل حافظ الأختام ومرافقته لهذا الدوري بمختلف الإمكانيات الموجودة. الحمد لله استطعنا أن نحقق نتائج ملموسة، لأنه أول مرة في تاريخ القضاء الجزائري يتم إبراز وتنظيم دوري خاص بكأس القضاة. وبالمناسبة أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سوف تعكف إلى إنجاز مشروع سياحي بولاية تيبازا. من خلال هذا المشروع السياحي سيتم كذلك إنشاء قاعة متعددة الخدمات الرياضيات توضع تحت تصرف النادي الوطني للقضاة. ومثل هكذا مبادرات يثمنها الحضور، خاصة وأنها تسهم وبشكل كبير في خلق جو للمنافسة الرياضية بين موظفي وزارة العدل. الحمد لله راك تشوف القطاع العدالة خاصة بالنسبة للقضاة كاين نشاط حيوي جانبا إلى النشاط القضائي، هو النشاط الرياضي وترقية الروح الرياضية بين القضاة والخروج نوعا ما من العمل الروتيني اليومي، وتكون محافل وتحفيز للزملاء
ينشطوا عن خارج العمل الاختصاص تاعهم. واليوم يعتبر من هذا حفل ابتدائي تحضيرا للنهائي ان شاء الله بحضور المجالس المتأهلة. طموحنا ان شاء الله نكونوا فريق نخبه، لماذا في القضاة وكلش، وتكريس الروح الرياضيه في القطاع. الفريق تاعنا دائما حاضر بقوه، وان شاء الله فريق البويره كالعاده دائما نفوزوا عليهم، وان شاء الله رانا في النهائي. شرف كبير لنا ان نمثل مجلس قضاء ومعسكر الولايه التي انجبت احسن من لمس كره القدم، وهو سي الخضر بلومي. نقولوا تحيه من هذا المقام، وان شاء الله باذن الله تكون مقابله شيقه، وكما يقولوا له نيار كيغاني ان شاء الله. جدير بالذكر أن الدور الربع النهائي سيعرف مشاركة المجالس القضائية لكل من مسيلة، قسنطينة، البويرة، تيزي وزو، باتنا، تيبازا، معسكر، وفريق المحكمة العليا.